كان سيدنا يعقوب عليه السلام في طريقه إلى خاله لابان في بابل، وعندما اقترب من بئر هناك رأى رحيل ابنة خاله لابان وهي ترعى الغنم. أحب يعقوب رحيل من النظرة الأولى وقرر أنه يريد الزواج بها. ذهب يعقوب إلى خاله لابان وطلب منه الزواج من رحيل. وافق لابان على طلبه، ولكنه اشترط أن يخدم يعقوب عنده لمدة 7 سنوات كي يحصل على رحيل كزوجة. وافق يعقوب بحب وصبر دون تردد، وخدم 7 سنوات بحماس. ولكن بعد انقضاء 7 سنوات حدثت مفاجأة غير متوقعة. في ليلة الزفاف خدع لابان يعقوب وزوجه ليا الأخت الكبرى لرحيل، بحجة أن العادة في القبيلة تقتضي أن تتزوج الأخت الكبرى قبل الصغرى. تقبل يعقوب الأمر بابتسامة احتراما لمشاعر ليا، ولكنه في اليوم التالي ذهب إلى لابان غاضبا ليشتكي مما حدث. أخبره لابان أنه إذا أراد الزواج برحيل فعليه أن يخدم 7 سنوات أخرى. وافق يعقوب بحب وصبر وخدم 7 سنوات إضافية، وفي النهاية تزوج رحيل بعد 14 سنة.